مالك يا بنتي؟ في ايه؟ مالك زعلانه ليه كده ومتضايقه كده ليه؟ تعبت من الناس. كل ما اقابل حد يقعد يقول لي انت قويه وما بتتاثريش بحاجه، ويا بختك قادره تعدي، ويا بختك بتعملي حاجات حلوه وبتمشي في طريقك وما عندكيش حاجه وما بتتضايقيش من حاجه. مش عارفه اعمل ايه، زهقت وتعبت. هو ده بقى اللي مزعلك؟ يا بنتي سيبك من الناس حتى لو لقيوكي ضعيفه هيقولوا لك برضه خليكي قوية كده وما تسيبيش نفسك لمشاكلك. يعني هم مهما تعملي ومهما تكوني ومهما يشوفوك هيتكلموا عليك. خليكي انت كده تبصي لأهدافك وبصي لحياتك وانجحي، ولما تنجحي هتلاقيهم هم بيتقربوا لك ويتوددوا لك. ماشي، بس انا بتعب من كلامهم، بتعب من على طول باصين لي ان انا كويسة وهم ما يعرفوش انا اتعذبت قد ايه وشفت قد ايه مشاكل في حياتي. ما يعرفوش انا بتعب قد ايه كمان علشان احول مشاكلي دي لطاقة إيجابية وأحولها لأهداف أقدر أنجح فيها. وكمان ما بيعرفوش أنا قد إيه أعصابي بتبوظ عشان أقدر أخفي كل مشاكلي دي وأبان قدامهم بالقوة دي. قلتلك سيبك منهم، لأن اللي بيعيش عشان يرضي الناس بيموت من الهم يا ماما. فوقي كده وشوفي حياتك وما تحطيش كلام الناس في دماغك. صح، عندك حق. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك، ودايما سند ليا وظهر، ودايما واقفة جنبي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. تسلمي لي يا رب.